الحمد لله وجب لذاته الوجود كما وجب له السجود، فاض منه الجود فوسع كل مولود وموجود. سبحانه تقدس بصفات الجلال وجلال الصفات، تنزه عن الوالد والولد والزوجات، تعالى عن كل ما تصوره الخيالات وتخيله أفكار الزوات. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ونشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبنا وحبيبنا وطبيب وعطرة قلوبنا سيدنا وحبيبنا محمد أوحى الله إلى سيدنا محمد: يا محمد لمن السماوات السبع وما فيهن قال لك يا رب. يا محمد لمن البحار السبع وما فيهن قال لك يا رب. يا محمد لمن الأراضين السبع وما عليهن قال لك يا رب. يا محمد لمن أنا، فسكت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحق جل وعلا: يا محمد السماء وما فيها، الأرض وما عليها، البحار وما فيها، أنا وأنت لمن صلى على محمد. إذا ما شئت القبول في الدعوات فختم بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند القبر ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد رسول الله حقا اتبعناه وآمنا وصدقنا محمد. صلوا بنا على رسول الله. جيء بسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في بداية إسلامه قبل معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء به أعداء الإسلام ليهجوا رسول الله، فلما شع نور النبوة من عيني النبي صلى الله عليه وسلم وشع نور النبوة في وجه سيدنا حسان بن ثابت، أنشد سيدنا حسان بن ثابت قائلا: لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته، فلست أنظره إلا على قدري. سيدي يا رسول الله، هل أحب الناس سيدهم مثل حبكم؟ لا والحق ملء فمي، أقسمت بالله ما في القلب غيركم. الحب كل الحب يا رسول الله يجري هنا بدمي، فأنت نور النور في غسق، وأنت يا سيدي بدء ومختتمي. الجمع الكرام، أحبتي في الله، ما أسعد وما أروع وما أحلى الاجتماع والاحتفال والاحتفاء حينما نحتفل سويا بميلاد أسرة إسلامية
أصولها وقواعدها محمد رسول الله، دينها دين الله، شريعتها شريعة سيدنا رسول الله. وما أحلى وما أروع أن يبدأ العروسين أو أهل العريس بما يرضي الله تبارك وتعالى من كتاب الله. نرى كثيرا من شباب اليوم في حفل زفافه أو في الحنة أو غيرها يبدأ حياته بما يغضب الله تبارك وتعالى. ما يبدأ حياته من شباب اليوم بكتاب الله إلا اليسير. هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا. فلنقول بأن كلمة الزواج كلمة لا يستهان بها. فنرى شباب اليوم من يستهان بهذه الكلمة الإسلامية العظيمة. ماذا تكون العاقبة وما تكون النهاية؟ العاقبة وخيمة. ما ملئت المحاكم الشرعية ومحكمة الأسرة وغيرها إلا لبعدنا عن الإسلام وبعدنا عن منهج الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسوله. الزواج كلمة لا يستهان بها. جعل الإسلام معايير ومقاييس للزواج، معايير ومقاييس بها يقاس الزوج الصالح. حينما تختار لابنتك أو لأختك أو لغيرك زوجا لا تنظر إلى الزوج من ناحية الغنى فقط، ولا تنظر إلى وظيفته أو إلى ماله أو إلى ما يملك من حطام الدنيا الفانية. إلى أي شيء تنظر إلى أمانته، تنظر إلى أخلاقه، تنظر إلى حيائه، تنظر إلى عفته. سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما رأت ابنة سيدنا شعيب ما رأت من كلام الله موسى من حياء ومن أمانته ومن أخلاقه ومن عفته قالت على الفور يا أبت استأجر. ليه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك سيدنا وحبنا وحبيبنا سيدنا محمد بعد ما يسمع الصلاة عليه حبنا وحبيبنا سيدنا محمد يقول لنا إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته نعمل يا رسول الله فزوجوا. والفاء كما يقول علماء اللغة تسمى فاء السرعة، أي سرعوا أو تصارعوا في الزواج. فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى المعيار الأساسي والمقياس الحقيقي للزواج خلقه وأمانته. طيب المقياس الأساسي للزوجة إيه؟ هل تقاس الزوجة بجمالها أو بمالها أو بحسبه أو بنسبه أو بوظيفته كما يبحث شباب اليوم عن الموظفات النساء الموظفات؟ لا تقاس الزوجة أيضا إلا بأخلاقها وبأمانتها وبدينها. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها وحسبها ونسبها ولدينها. شوف سيدنا النبي قال ايه؟ فاصفر بذات الدين تربت يداك. فاصفر بذات الدين. ليه؟ الزوجة المتدينة تراقب لها تبارك وتعالى في زوجها وفي أبنائها وفي أهل زوجها. فاصفر بذات الدين تربت يداك. سيدنا النبي صلى الله عليه
لما زوج حبه وحبيبة قلبه وريحانته فاطمة الزهراء زوجها لمن؟ هل الأغنياء أو لكبار الصحابة؟ لا، زوجها رسول الله لأفقر رجل في صحابته، ولكنه كان غنيا بحياته، غنيا بأخلاقه، غنيا بأمانته، غنيا بعفته، غنيا بحبه لرسول الله، ولأنه من آل بيت رسول الله الذين مدحهم الله في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجها لسيدنا علي بن أبي طالب، خطب فاطمة الزهراء كبار الصحابة وسادة قريش، لكن رسول الله رده ردا جميلا وقال: إن أمرها موكل إلى ربها. حتى طرق الباب سيدنا علي الكرار خاطبا لبنت رسول الله. شوف كده ايه اللي حصل. من الذي يفتح له الباب؟ السيدة أم سلمة. انظر إلى أمانته وأخلاقه. فلا يدخل سيدنا على بيت رسول الله رغم أنه من آل البيت ومن أهل البيت حتى تنصرف أم سلمة عن الباب. وحينما تفتح له أم سلمة تقول: من بالباب؟ فيقول لها: حبنا وحبيبنا سيدنا محمد، هذا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فيدخل سيدنا علي على رسول الله ويجلس في حياء وخجل كامل بين رجلي النبي صلى الله عليه وسلم ويديه، فيقول له رسول الله: يا علي، أراك تريد شيئا، ما الذي يمنعك؟ سل ما تريد، فإن حوائجك كلها مقضية عندي بإذن الله. ويتشجع سيدنا علي ويطلب فاطمة الزهراء لنفسه، فيبتسم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم